عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 3 أوت 2025، آخر عش إن شاء الله. آخر عش رقم 8 هذا. الأولاد لاباس الحمد لله ما شاء الله، راهم في صحة جيدة. 3 عصافير. واش راح نقول؟ الحمد لله. عام ربي إن شاء الله يعني مليح للناس الكل. عام ثاني إن شاء الله خير على الناس كامل إن شاء الله. إن شاء الله ربي يوفق الجميع إن شاء الله. وش حنديرو؟ الحمد لله خلصوا الأعشاش حتى العش رقم 4 هذا. البيض ما ظهرش خلاص، شفنا مع بعضنا جروسو مودو يعني. الحمد لله هذا هو آخر عش. الولاد بداو يطيحوا في السقاط يعني بالريشات هكا، كل واحد كيفاه. مي والله في رحمة ربي الحمد لله. هاهم الولاد وين هما. واش راح نقول لكم؟ نهاية موسم إن شاء الله سعيدة على الكل يعني، المحبي الحسون إن شاء الله. الموسم المقبل إن شاء الله بالتوفيق ثاني. نتمنى التوفيق للجميع ثاني، والعناية بالحسون راه يا جماعة عام كامل. صدقوني عام كامل، مكانش تاع نستنى وقت الإنتاج ونبدا نطلع فيه. مهما قلنا نبقاو ديما نتعلموا. كل عام يعني الحسون نتعلموا منه حاجة، وأي حاجة نتعلموها ما نبخلوش بها يعني المحبي الحسون يعني كامل. يعني أيضا بالنسبة ثاني اللي باغي يدير سلاكة والله حسب التجربة يعني الخاصة يعني، هذا هو الشهر وقت السقاط. خليهم يعني يدير السلاكة تاعك مهما كان انت، خليهم يديروا فيها سقاط وتهلا في فراخك. على الأقل من الموسم القادم إن شاء الله يلقى عدى عليه يعني تقريبا 7 شهور ولا 8 ولا 9 ولا يلقى روحه معتاد على السلاكة يعني تاعو. درت العام اللي فات نفس الشيء. أنا كي جبت من السلاكة الجديدة هذه حطيتهم في أوت تقريبا، في أوت في جوي الله أعلم. مي سقاط داروه في السلاكة هذه وعدى عليهم الخير وقالها واحد والخمير، شتاء الريح البرد الشمس، والحمد لله يعني ربي وفقنا يعني الحمد لله يعني جروسو مودو راني راضي 100%، والحمد لله على كل حال، وربي يكون الخير. ربي يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.